عمرك فتحت السوشيال ميديا وقفلتها وانت حاسس انك متأخر؟ عمرك شفت حد نجح وفرحت له لكن جواك فيه إحساس مظبطش؟ عمرك بصيت لحياة حد وقلت ليه هو عنده وانا لأ؟ ليه أوقات بننسى كل اللي عندنا أول ما نشوف اللي عند غيرنا؟ وليه المقارنة بتوجع حتى لو معترفناش بده؟ النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الحاجات اللي بتسرق راحتنا: مقارنة نفسك بالناس. احنا ليه بنقارن أصلا؟ العقل بيحب يقيس، بيحب يعرف هو فين ويمشي ازاي. لكن المشكلة مش في المقارنة نفسها، المشكلة لما المقارنة تتحول لاحتقار للنفس. يعني بدل ما تقول هو اجتهد علشان كده وصل وأنا أقدر أتعلم وأوصل، بتلاقي نفسك بتقول هو أحسن مني وأنا ماليش قيمة ومش هعرف أعمل حاجة. طب ليه المقارنة زادت اليومين دول؟ ممكن يكون بسبب السوشيال ميديا. احنا بقينا بنشوف أفضل لحظات الناس طول الوقت، نجاحهم، سفرهم، شكلهم، علاقاتهم، إنجازاتهم، لكن نادرا ما بنشوف تعبهم، خوفهم، مشاكلهم، أو تأخرهم في حاجة معينة. فبنقارن حياتنا الحقيقية بلقطات متنقية من حياة غيرنا، وده ظلم كبير لنفسنا وقلة وعي من نفسنا بنفسنا. لو واحد زميلك كده اتوظف قبلك أو اترقى في شغل، فتيجي تقول كده ده أنا فاشل، بس الحقيقة إن طريقه مختلف وتوقيته مختلف عنك. انتوا الاتنين مش ماشيين في نفس السكة ولا نفس الطريق. لو حد اتخطب أو اتجوز فتحس إنك متأخر، بس الحقيقة إن كل شخص ليه رحلته وإرادة ربنا في حياته. لو في حد كده بتشوفه إن هو شكله مثالي، ومثالي هنا ممكن تكون من وجهة نظرك، هو ممكن يكون شخص عادي بس انت شفته كده وما قدرتش نفسك، فتبدأ هنا تنتقد نفسك. بس الحقيقة الصورة مش بتحكي الحقيقة كاملة. طب اتعامل ازاي؟ افصل بين الإلهام والمقارنة. لو حد نجح اسأل كده ايه اللي انا اتعلمه منه، مش ليه انا مش زيه. افتكر ان لكل شخص ليه ظروفه، البدايات مختلفة، الفرص مختلفة، التوقيت مختلف. قارن نفسك بنفسك. انا النهاردة احسن من امبارح في ايه، حتى لو في خطوة صغيرة. اشكر على اللي عندك، الامتنان بيرجعك لنفسك. عد النعم اللي في حياتك وقول الحمد لله، وخليك فاكر ان محدش هياخد كل حاجة في الدنيا، كل واحد عنده جزء ناقص. بص على اللي عندك واعرف ازاي توظف امكانياتك وتزود مهاراتك. خليك دايما فاكر انك احسن من غيرك، وفي كتير يتمنوا جزء بسيط من اللي عندك. التأخر عن غيرك لا يعني التأخر عن حياتك. الحياة مش سباق جماعي. لو حسيت انك متأخر، يمكن انت بس ماشي في طريق مختلف. ولو بصيت لغيرك كتير، ارجع بص لنفسك شوية. فيك نعم وفيك خطوات وفيك رحلة تستحق الاحترام. ما تقللش من نفسك لأن حد سبقك، وما تحكمش على فصلك الأول من قصة حد في الفصل العاشر. خليك مركز في طريقك
انت مش أقل من حد، انت بس مختلف. أشوفكم في الحلقة الجاية، وافتكر إن رزقك مش هيروح لغيرك.